السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو جبت لكم واحد الوصفه ديال لي كيش بالدجاج والخضيره، كتجي يا سلام. عندي 300 غرام ديال صدر الدجاج مغسوله مزيان ومقطعه طريفه صغار كيف ما كتلاحظوا معايا. عندي 100 غرام ديال الكروفيت حتى هو مقطع طريفه صغار. عندي واحد القرعه الخضراء محكوكه بالحكاكه رقيقه، واحد الجزره حتى هي محكوكه بنفس الحكاكه، وحبه بطاطس حتى هي محكوكه بنفس الجهه رقيقه. وعندي هنايا شويه ديال القزبور والمليحه والابزارات الخمسه المعتمدين عندي في الوصفات ديالي. هناخذوا واحد المقيله، غادي نعملوا النار اللي تكون متوسطه. غادي نعملوا زويته بلديه، شويه ديال الزيت بلديه، ونضيفوا عليها البصيله. هاد البصيله اللي كنت شاركت معكم في قناه عالم هناء، اللي كنت وجدت تحضيرات ديال رمضان. كيف ما كتلاحظوا معايا كتبقى البصيله غزاله، يعني واجده ديجا مقصصه وكتسهل علينا المأموريه. صافي هنايا خديت تقريبا قياس ديال واحد حبه بصل اللي تكون معوطه في الحجم ماشي صغيره. صافي غادي نبقى نقليها في هاد الزويته حتى تعسل مزيان، حتى كتدبل مره. عاد غادي نضيفوا عليها باقي المقادير. غادي نضيفوا الابزارات الخمسه، المليحه حسب الذوق، بيمون دو كاين الحار ضروري في هذه الوصفه كيعطيها واحد الجماليه. وهنايا غادي نزيد لقمه ديال الحوت حتى هي كتجي رائعه في هذه الوصفه. وهنايا غنضيفوا داك القزبور، وغادي نحركوا العناصر كامله مع بعضيتها حتى نشموا الريحه ديال العطريه. حتى كطلع لنا داك الريحه ديال العطريه، عاد غادي نضيفوا عليها الدجاج والكروفيت. وفي هاد الاثناء هادي كنمجهدوا على النار، يعني كنطلعوها الدغري مثلا كانت 5 غنطلعوها حتى 8 كيف ما لاحظتوا معايا، باش ما كطلقش الماء ديالها. خصنا نمجهدوا عليها النار باش كتجي واقفه، كتجي شحته مزيونه. وصافي غنستمروا بالتحريك حتى كنلبيو داكشي كامل مع بعضيتو. وغادي نضيفوا الخضيره ديالنا، القرعه الخضراء، الجزر، وحبه ديال البطاطس. كيف ما قلت لكم هادشي كامل محكوك بالحكاكه تكون رقيقه. وصافي غادي نخلطوا هادشي كامل مع بعضيتو. صافي غادي نستمروا بالتحريك ونخليوها طيب. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا الحشوه ديالي طابت وما طلقتش الماء حيت علينا النار كيف ما قلت لكم. صافي غادي نخليوها تبرد جانبا وندوزو نشوفوا لاباط. هنا عندي لاباط بريزي شريتها واجده، غادي ندوز باش نطلقها. غادي نخلي لكم في صندوق الوصف فيديو ديال العجين المرمل فيه الطريقه بالتفصيل والمقادير ديالها مضبوطه 100%، وكتجي لذيذه بزاف بزاف. صافي غادي نطلق العجينه ديالي كيف ما كتشوفوا. المول انا عندي ديجا ديال السيليكون، دونك ما غادي نحتاجش انني ندهنو بشي حاجه. صافي غادي ندوز مباشره غادي نحط فيه العجينه ديالي. صافي غادي نقلب عليه العجينه بهذا الشكل هذا. غادي نبدا نعدلها باطراف الاصابع، غادي نتكي عليها باش تاخذ لي الشكل ديال القالب من الحواشي كاملين.
وغادي نحيدو داك الزوائد من فوق ديال العجينه بواحد الموس. صافي غادي نحيد هاد الزياده كامله د العجينه. وهاد العجينه تقدروا تحتفظوا بها، مع العلم ما تعجنوهاش، غير جمعوها هيدا فوق بعضيتها، وملي تبغيو تطلقوها تستعملوها مره اخرى صافي عاود كتشبروا تنزلوها وتطلقوها، يعني ما كتعجنوهاش. العجين المرمل ما كيتعجنش، كيتجمع غير اطراف الاصابع. صافي كيف ما لاحظتوا معايا كملت العجينه ديالي كامله عوضتها. غادي ندوز ضروري باش نتقب لو فون ديال الكيش ديالي. غادي نشكو هيدا بالفورشيت كيف ما كتشوفوا حتى من الحاشيه، يعني من القاعده ومن الحاشيه ديالو. غادي نحط بابي سولفوريزي ورق الطهي، وغادي نعمرها باللوبيا. هنايا عندي لوبيا خاصه هذه مخلياها كنعمر بها غير لي فون ديال الكيش ديالي باش ما كيتنفخوش في الفران. صافي غادي ندخلها للفران غير تشمع شويه، يعني ما تطيبش. صافي غادي ندخلوها للفران وندوزو باش نوجدو الكريمه اللي غادي تجي فوق منها. عندنا 2 بيضات، ملعقتين كبيرتين ديال الدقيق اللي كيكون طبعا مغربل، 20 سنتيلتر ديال كريمه الطبخ، 200 مليلتر، ومسكاد اللي مطحونه الجوزه، وشويه ديال المليحه. صافي غادي ناخذ واحد الكاسوله غادي نخويو فيها كريمه الطبخ، هذا القياس هذا بالضبط كيجي هذا القياس ديال الحشوه اللي عطيتكم، يعني كيجي هو هذاك. صافي غادي نخويو الكريمه كامله، غادي نضيفوا عليها هاد 2 بيضات، غادي نحركوا العناصر مع بعضيتها مزيان حتى تدخل داك البيض في الكريمه. عاد نضيفوا الدقيق. صافي وغادي نحركوا باش داك الدقيق ما يتكواش، غادي نحركوه مزيان. غادي نضيفوا شيشه ديال المليحه، شويه ديال الجوزه. الجوزه كتبقى اختياريه، كاين اللي كتعجبو كاين اللي ما كتعجبوش، ولكن كتعطي واحد المذاق اللي رائع. انا كتعجبني بزاف في بيشاميل ولا في الكريم بحال هيدا. صافي القوام ديالها كيكون على هذا الشكل. نخليوها جانبا، وحنا خرجنا العجينه ديالنا يلا تشمعت لي شويش. غادي نحيد هاد اللوبيا كامله وغادي ندوزو باش نعمر الحشوه ديالي. اش غادي نقول لكم، هاد الحشوه كتجي رائعه، يعني هذه بالنسبه للعشاء، هيدا دابا في رمضان ولا في الايامات العاديه. اش غادي نقول لكم، كتجي متكامله، يعني فيها الخضيره، فيها اللحيمه، فيها الحوت، كتجي لذيذه بزاف بزاف. جربوها وما غاديش تندموا ان شاء الله. صافي عملت الحشوه ديالي كامله، غادي نوزعها معاوطه متساويه تجي لا سيرفاس ديالها. وغادي نخويو عليها داك الكريمه اللي وجدنا. هنايا في يدي التليفون كنصور لكم واحد الريل الا كتب حتى هو ننزل لكم في انستغرام ان شاء الله. اللي بقى ما التحقتش بيا في انستغرام انا غادي نخليه لكم مكتوب هنايا. كنتمنى تزوروني، كنشارك معكم فيها وصفات مره حتى هي. وصافي غادي نوزع الكريمه ديالي على السطح كامل ديال الكيش، وغادي ندخلوها للفران اللي يكون ديجا مسخن من قبل على 180 درجه لمده تقريبا 30 دقيقه 25 دقيقه على حسب الفرن ديال كل واحد. كيف ما كتلاحظوا معايا في الوصفات ديالي دائما ديال لي كيس كيعجبني نحمرهم من فوقي، ما كيعجبنيش نحس بهم باقي خضر، يعني كتعجبني تكون مقرمله ومقرمشه. حتى خرجتها عاد غادي نضيف لها الجبن المبشور. هنا عمل الجبن الاحمر مبشور، هي باقا سخونه منا كتعطينا واحد المنظر مزيون، كتجي بحال الا مزوقه، يعني شويه كيدوب شويه كيبقى. هنا كنوري لكم بان المول ما كيلصقش
وهذه هي كانت الوصفة ديالي. كيف ما كتلاحظوا معايا كتجي مقرمشة ولذيذة مقرملة فنة، كتجي يا سلام، غزالة غزالة غزالة. كنصحكم تجربوها، انا متاكده والله حتى تعجبكم. وكيف ما كيعجبكم الوصفات ديالي دائما كتشكرهم، وشكرا بزاف 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 للبنات اللي كيجربوا الوصفات ديالي وكيفرضوهم لي في انستغرام ولا في الواتساب. غادي ان شاء الله غادي نبقى نبارطاجي التصاور ديالكم اكيد مع الناس باش يشوفوا. عندي الحد تبارك الله اللي متبعيني. والله العظيم لا جات رائعه في المذاق. كنتمنى من كل قلبي انكم تجربوها، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساونيش بجيم وبشي تعليق مزيون يحفزني، وكنقول لكم تهلاو لي فاسكم، والى الفيديو المقبل ان شاء الله.